هل تساءلت يوما كيف تتم صناعة السجائر؟ تبدأ نقطة البداية للإنتاج بجمع التبغ. بعد 3 أشهر من الزراعة يبدأ العمال في جمع الأوراق ونقلها إلى محطة حيث يتم تجفيفها بالحرارة. تتكون هذه العملية من تعليق الأوراق داخل مستودع مع استخدام الخشب لحرقها. يمكن أن تستغرق عملية التجفيف ما يصل إلى 8 أسابيع. في الخطوة التالية يتم فصل الأوراق الجافة، وقبل إرسالها إلى المصنع يجب تعريض التبغ لحرارة تصل إلى 600 درجة لتقليل الرطوبة. وتتمثل العادة في جمع كل الأوراق الجافة حتى تشكل مكعب التبغ الضخم هذا، حتى يتم إرساله بعد ذلك إلى المصنع. عند وصولها إلى المصنع تذهب أوراق الدخان الجاف مباشرة إلى الصواني، وهنا تقوم المعدات بتقطيع المكعب إلى عدة قطع. أثناء سيرها تخضع لعملية اهتزاز تهدف إلى فصل الأوراق وإزالة الشوائب. يتم استخدام الكاميرات لفحص أدق التفاصيل. الخطوة التالية الآن هي الطحن. بعد كل شيء، لم تتخيل أن السيجارة يمكن لفها بهذه الطريقة، أليس كذلك؟ بعد الطحن مباشرة سيتم تخزين الدخان المطحون في هذه الصناديق لفرده في المرحلة التالية من التصنيع. من هنا سيتم تنفيذ العملية برمتها بواسطة الآلات. عندما يتم إدخال التبغ وضغطه في الآلات، يتم شد ألياف الورق لاستقبال المحتوى الذي يتم لفه قريبا في أنابيب فلتر مصنوعة من أسيتات السليلوز. في هذه المرحلة تكون السيجارة جاهزة تقريبا، ولكن قبل إطلاقها يجب نقلها إلى غرفة التفتيش، حيث يتم تحليلها ووزنها واختبارها لمعرفة مدى تفاعلها مع إشعالها. وبعد الموافقة عليها يتم نقل السجائر عن طريق الأنابيب إلى قطاع التعبئة والتغليف. وفي هذه المرحلة يتم إدخالها في المحافظ ونقلها إلى التجارة. ويمكن لمصنع واحد مثل هذا أن ينتج ويجمع أكثر من 10,000 محفظة سجائر في الدقيقة، ولديه القدرة على تصنيع 200 مليون سيجارة في اليوم. اشترك معنا وافعل زر الجرس ليصلك كل جديد.